اللي ولادها بقى بيحبوا أكل المطاعم تيجي لي بقى في الفيديو ده النهارده، هنعمل مع بعض النهارده أكل المطاعم، بس هاعمله لكم بقى بطريقة خطيرة خطيرة. بس لو الفيديو ده بقى وصلك يا ريت تعملي لايك وتعملي كمان كومنت لو بحرف عشان أتأكد إن الفيديو وصلك، ولو مش مشتركة معانا في الصفحة يا ريت تشتركي عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة معايا نص كيلو من صدور الفراخ. وصفتنا النهاردة مش هتاخد أكتر من نص كيلو من صدور الفراخ، هتجيبيها صدور سليمة زي ما هي كده وتقطعيها صوابع تكون تخينة شوية، أو تقدري تقولي لبتاع الفراخ يقطعها لك صوابع ستريبس، بس ما تخليهوش يقطعها لك رفيعة قوي. أنا هوريك الحجم اللي أنا محتاجاه لوصفة النهاردة، نفس الحجم ده كده بالظبط، ولا هي تخينة قوي ولا هي تكون رفيعة. بصي خدي بالك من حجم التقطيع لان حجم التقطيع مهم جدا على فكرة. بعد ما قطعتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هاخدها بقى اغسلها كويس قوي بالدقيق والملح والليمون، وهنقعها لمدة نص ساعة، ما تسيبهاش اكتر من كده عشان الفراخ ما تتهريش معاكي. وبعد نص ساعة هشطفها كويس قوي بالمية واسيبها تتصفى تماما وبعد نص تماما من ساعة المية هاخدها اغسلها بتاعتها. في تحت الوقت ده المية بقى بكون واسيبها هجهز وصف. التتبيلة بتاعتي. معايا هنا كوبايتين من المية. التوابل اللي انا هحطها دي هحط من كل نوع نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والكاري وكركم وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. ومعايا كمان هنا نص معلقه صغيره من الزعتر، هي اختياري، لو ما عندكيش مفيش مشكله، ولو ما بتحبوش برضو مفيش مشكله. والشطه كمان اختياري، لو عاوزاه سبايسي حطي، لو مش عايزاه سبايسي خلاص ما تحطيش. وهظبط طبعا الملح. ومعايا مكعب من المرقه بيدي طعم حلو جدا جدا للخلطه بتاعتنا، ونص معلقه صغيره من الكزبره. هدوب بقى التوابل كويس قوي كده مع الميه، وهبدا بقى اسقط بقى الفراخ في الوقت ده. المفروض ان انا اسيب الفراخ دي ليله كامله، طبعا بتكون طعمها احلى كتير كتير كتير، لكن طبعا انا هسيبها حوالي ساعتين كده لاني انا ما كانش عندي وقت وعملتها في نفس اليوم. لكن طبعا لو انت هتعمليها يفضل طبعا تسيبيها في الخلطة دي ليلة كاملة، بيبقى طعمها احلى كتير. تعالوا بقى نعمل الرز الخطير بتاعنا. معايا هنا ربع كوباية من الزيت، هنزل عليها ببصلة مفرومة. اول ما البصلة تبدأ تدبل كده وتاخد لون بسيط قوي، هبدأ انزل هنا بفصين من التوم. اول بقى ما ابدأ اشم ريحة التوم كده مع البصل، هبدأ انزل هنا بمعلقة صغيرة من الكاري، بتدي طعم وريحة حلوة جدا جدا للرز. هنزل بنص كوباية من صوص الباربيكيو، ونص كوباية من الكاتشب، وثلاث معالق كبار من الصويا صوص. عاوزة اقول لكم ان الرز الريزو بيعتمد على الصوصات يا جماعة، طعمه كله في الصوصات اللي احنا بنحطها. هنزل هنا بنص معلقة صغيرة من الشطة اختياري بس بتدي طعم حلو جدا، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومكعبين من مرقة الدجاج ما تستغنيش عنهم، بيظبطوا طعم الرز جدا جدا جدا. وهظبط طبعا الملح. هقلب كل ده كده مع بعضه. في الوقت ده غاسله كوبايتين من الرز. الرز يا جماعه بتاع الريزو ما بيتنقعش خالص خالص، خدوا بالكم من النقطه دي، لان هو فيه كميه صوصات كتير، فطبعا احنا لو نقعنا الرز هيعجن معانا. هقلبهم كده كويس كده مع بعض. اول ما الرز يبدا يسخن مع الصوصات، هبدا انزل بالميه المغليه. يفضل طبعا انك تنزلي بميه مغليه. خدوا بالكم ان الرز الريزو بيلزق بسرعة لان فيه كمية صوصات كتير، فبأكد على المعلومة دي. فكل شوية هتقلبي فيه على فكرة علشان ما يلزقش من تحت. خلاص انا كده حطيت المية المظبوطة. كوبايتين الرز انا بحط لهم كوبايتين من المية. هغطي عليه كده، وقبل ما يتشرب ميته كده بشويه بسيطه كده هقلبه قلبه كمان، علشان زي ما انا قلت لكم ان هو بيلزق من تحت. بصوا لو تلاحظوا ان هو لزق من تحت شويه، فخدوا بالكم من النقطه دي، حبيت برضو ان انا اوضحها علشان ما تسهيش على الرز وتلاقيه خلاص لسع من تحت. هوطي عليه بقى تماما تماما، يعني حاجه بسيطه خالص، واسيبه بقى يشرب خلاص كده الميه بتاعته ويستوي. بص هو خلاص كده شرب الميه بتاعته، هوطي عليه بقى واحط له الشياطه واسيبه يستوي كويس قوي.
هنا كده خلاص بعد نص ساعة الرز استوى معايا وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى كمان مفلفل وحلو جدا على فكرة، عشان احنا ما زودناش المية وعشان حطينا مية مغلية، وفي نفس الوقت ما نقعناش الرز بتاعنا. تعالوا بقى نعمل الكفر بتاع الستريبس. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، ومعايا كمان معلقتين كبار من النشا، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من التوم الباودر، ونص معلقة صغيرة من البصل الباودر، وربع معلقة صغيرة من الكركم، وطبعا شطة اختياري. وهنزل كمان بمكعبين من المرقة بيظبطوا الطعم جدا على فكرة. هقلب كده الخلطة دي كده كلها مع بعضها. يفضل انك تحطيها في طبق غويط، ما تعمليش زي علشان تعرفي تقلبي كويس. معايا هنا بقى كوبايتين من المية المتلجة تكون ساقعة جدا. هبدأ اخد كده الفراخ واقلبها في الدقيق. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، يا ريت تضاعفوا كميه الدقيق والنشا، يعني الكميه اللي انا عملتها دي تضاعفوها للنص كيلو ستريبس، لاني انا عملت كميه تانية. يعني انا حطيت كوبايتين دقيق، لا خليهم 4 كوبايات وضاعفوا بقى كل الكميه. هبدا اخد كده زي ما انتم شايفين كده الستريبس واقلبه كويس قوي في الدقيق، وبعد كده انقله في الميه المتلجه، وبعد كده ارجعه تاني على الدقيق. وبصوا بقى لحركة ايدي انا بعمل ايه علشان الاستريبس يطلع مقرمش معانا ويطلع التعريج بتاعته اللي بتكون موجودة في الاستريبس. بصوا انا بقلبه في الدقيق من فوق لتحت كده حوالي 10 مرات علشان يعمل التعريج بتاعتنا دي. بصوا عايزة اوريكم بقى. قلبي كويس كده، بصي لحركة ايدي واعملي نفس الحركة دي بالظبط، وبعد كده امسكي كده قطعة الاستريبس وهزيها كويس علشان تعمل التعريج دي. معلش الخطوة دي بتبهدل الدنيا شوية، بس معلش هتاخدي الستريبس مظبوط جدا وطعمه كمان حلو جدا جدا. الزيت هنا يكون متوسط. خدوا بالكم انا الزيت كان سخن معايا على فكرة وانا ما خدتش بالي، فحتى تلاحظوا ان الاستريبس اتحمر بسرعة اول ما حطيته. فخدوا بالكم لا ان درجة حرارة الزيت تكون متوسطة علشان ما ياخدش منك لون بسرعة. انا في الوقت طبعا وطيت عليه علشان يستوي براحته. اللي اخدت لون دي انا هشيلها طبعا لانها كده خلاص يعتبر استوت. هبدا بقى اقلب بقى في الكميه التانية اللي عندي ما تاخد اللون المظبوط. انا بحبه يكون لونه اصفر كده ذهبي كده، ما بحبوش غامق بصراحه علشان يكون زي بتاع المحلات. هو طبعا احلى وانضف من بتاع المطاعم بكتير، دي ما فيهاش كلام. كفايه انك ضامنه جوده الفراخ بتاعتك وضامنه نظافه الحاجه اللي انت عاملاها في البيت ومأكلاها لاولادك. عاوزه اقولك ان الفراخ اللي تحطيها في الدقيق على طول تحطها في الزيت، يا ريت ما تحطهاش في الدقيق وبعد كده تركنيها على جنب تقولي هحمرها بعد شويه. صدقيني مش هتعمل خالص طبقه القرمشه اللي بتكون موجوده دي. فاللي تعمليها اقليها على طول في الزيت علشان تاخدي طبقه القرمشه اللي انت شايفاها دي بالظبط. هخلص بقى كل الكميه كده وتعالوا نشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. عاوزه اقول لكم ان دي كميه النص كيلو ستريبس. بصوا يا جماعه النص كيلو عملت معانا كميه حلوه جدا. تعالوا بقى نعمل الصوص اللي هنحطه على الرز من فوق. معايا نص كوبايه من الباربيكيو، ومعايا ربع كوبايه من الكاتشب، معلقتين كبار من الصويا صوص، ومعلقه كبيره من عسل النحل. هقلب بقى الصوصات دي كلها مع بعضها لعند ما تكون معانا بالشكل والقوام ده. على فكرة الصوص ده طعمه حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى نقطع الفراخ. بصوا بقى عايزة اوريكم صوت الفراخ. بصوا بقى قرمشة الفراخ عاملة معانا ازاي. تعالوا بقى نجهز الطبق. هنبدأ بقى نحط بقى الرز في الطبق دي. حاولي انك تجيبي طبق زي كده علشان تفرحي الولاد وتحسسيهم طبعا اللي انت عامله لهم اكل المطاعم في البيت هيفرق معاهم جدا على فكرة، زي ما بنشتريه من بره بالظبط. هبدأ بقى احط كده قطع الفراخ من فوق. طبعا يا جماعة اللي بيشتري الرز ريزو من بره عارف طبعا ان هو ما بيبقاش عليه كمية الفراخ دي خالص خالص خالص. وابدأ كده احط الصوص. قولولي بقى ايه الجمال ده. شفتوا بقى الجمال يا جماعة.
فظيع فظيع فظيع، والله طعمه بقى في حتة تانية خالص. انا مش هقول لكم ان هو زي بتاع المطاعم، انا اصلا مش هقارنه ببتاع المطاعم، حاجة تانية خالص. وطعم ونظافة كمان، وضامنة جودة الحاجة اللي انت عاملاها. لو عملتي وصفة النهاردة انا واثقة ومتأكدة ان ولادك هيتبسطوا جدا من وصفة النهاردة. يا ريت بقى لو وصلتي معايا بالفيديو اللي عندي هنا، يا ريت تعملي لايك للفيديو، تكتبي كومنت لو حتى بحرف، علشان اتأكد ان الفيديو وصل لكم. ولو مش مشتركة معانا في الصفحة، يا ريت تشتركي عشان يوصلك كل جديد. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.